دولة تعترف أنها صاحبة الطائرة المسيرة العدوانية. اعترف الجيش المالي اليوم الأربعاء أنه فقد طائرة دون طيار والتي تكون قد تحطمت بالقرب من تنزاواتين المالية في منطقة كيدال في أراضي مالي، حسب ما أفاد به بيان نقلته عدة مصادر إعلامية مالية. ولم يرد أي رد فعل من باماكو حول البيان الذي صدر أمس من وزارة الدفاع الجزائرية والذي جاء فيه: في سياق الجهود المبذولة لحماية حدودنا الوطنية، تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة ليلة أول أفريل 2025 في حدود منتصف الليل من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تنزاواتين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 2 كيلومتر. وذكر مصدر أمني مالي أن الطائرة بدون طيار تحطمت على الجانب المالي من الحدود. نحاول أن نفهم ما حدث. وتم تأكيد ذلك من قبل العديد من المصادر المحلية، مضيفا أن الطائرة دون طيار أصيبت من الجانب الجزائري وسقطت على الجانب المالي. ويوضح الجيش المالي في بيانه الصحفي أن هذه الطائرة كانت في مهمة عادية متمثلة في مراقبة الإقليم، وأنه تم فتح تحقيق على الفور لتحديد الأسباب وتحديد المسؤوليات. لكن ما يلاحظ في هذه التصريحات المالية أنها لم تعطي أي توضيح أو تفسير عن اختراق الطائرة دون طيار للحدود الجزائرية بمسافة 2 كيلومتر، وهو ما اعتبرته القوات المسلحة الجزائرية عبارة عن تهديد مباشر للسيادة الوطنية، وبالتالي قامت بتدمير هذه الطائرة المتسللة في ظلمات الليل إلى الأراضي الجزائرية، وأكثر من هذا كانت مسلحة.